بما اننا داخلين على رمضان، فرمضان كريم ده اول حاجه. تاني حاجه انا حابب اتكلم فيها، يعني ان احنا في رمضان دايما دايما دايما، حتى يعني انا ذات نفسي انا بقع في الغلطه دي، او انا ببقى كده يعني دايما. ان هو ايه، احنا دايما في اول 10 ايام في رمضان، او اول شويه، يعني اللي هو ايه، اول 4 ايام 5 ايام 6 ايام، تيجي تبص تلاقي ان يعني بتلاقي مثلا ان انت قاعد تذكر ربنا وتستغفر وتروح تصلي في المسجد وي وي والكلام من ده كله، وبتعمل كل حاجة كويسة في اول 5 ايام او اول 10 ايام. تيجي بعد كده تلاقي ان انت كنت انت طالع كده، وفجأة نزلت كده تلاقي نفسك، يعني مثلا تكسل تروح تصلي في المسجد، تصلي في البيت. تلاقي نفسك مثلا صلاة التراويح تقول ايه، مش هصلي التراويح النهارده، هصليها بكره. تلاقي مثلا في مسلسلات رمضان، يعني انا بتكلم على حاجات انا ذات نفسي بقع فيها. مسلسلات رمضان، الواحد يكون بادئ رمضان يقول ايه، انا مش هتفرج على مسلسلات السنه دي خالص، انا مش هتفرج. ويعدي اول 5 ايام، اول 6 ايام، اول 7 ايام، يجي يبص كده وهو فاتح بقى بيقلب في الفيسبوك، تمام، يلاقي في الشورتس اللي هي الفيديوهات الصغيره دي، يلاقي مثلا لقطه من مسلسل عجبته، يا لهوي المسلسل الجامد ده، يوم داخل متفرج على ال6 حلقات، اللي هو اصلا قال مش هيتفرج على مسلسلات من بدايه رمضان وكده يعني. ف طب هتقول لي يا يوسف، يعني طب يعني باجي في رمضان برضو بلاقي نفسي ان انا في حاجات مثلا بتغضب ربنا، يعني في حاجات بتغضب ربنا، او في معاصي بعملها، ويعني ما كنتش بعملها في الايام العاديه، وجيت في رمضان عملتها. فايه ده، يعني اعمل ايه؟ فانا حابب اقول لك حاجه، يعني دايما دايما، انت داخل على رمضان دلوقتي، احنا قدامنا قبل رمضان دلوقتي ممكن 10 ايام، 11 يوم، الله اعلم، يعني انا مش عارف امتى بالظبط. بس حابب بس اوصل حاجه، ان احنا نجهز نفسنا من دلوقتي، بمعنى اصح ايه، ان انت مثلا من دلوقتي تحاول ان تبدا مثلا من النهارده، تقول ان انا هقرا النهارده مثلا صفحه قران مثلا، كل يوم صفحه، كل يوم صفحة، كل يوم صفحة، لحد ما توصل لرمضان، هتكون يعني انت هيأت نفسك، انت بتجهز نفسك لدخولك رمضان. ما انتش داخل كده فجأة واحدة تلتزم، لا، انت تحاول انك تبدأ واحدة واحدة، سلمة سلمة، علشان خاطر ان انت دلوقتي الشيطان بيحاول بقدر الامكان ان هو يوقعك في المعاصي في الوقت الحالي ده. انت هتلاقي نفسك بتعمل معاصي كتير، هتلاقي نفسك بتبعد عن ربنا، هتلاقي نفسك بتعمل حاجات مش كويسة. طيب ايه الحل؟ حاول بقدر الامكان انك تجاهد نفسك، حاول ما تخليش نفسك تعمل كده خالص خالص خالص. الشيطان دلوقتي بيحاول يغرقك في المعاصي، عامل زي الواحد اللي جبته وقعته في مثلا في ميه مليانه طينه، وادخل بقى على رمضان. طب ليه ما تدخلش رمضان مثلا حتى يعني معاصيك قليله، تدخل رمضان نضيف شويه، تعرف تمشي في رمضان، تعرف تقوم، مش تدخل رمضان واقع، تيجي تشتغل في رمضان، تيجي تقرب من ربنا ما تعرفش. طب ليه ما انت تحاول من دلوقتي، تحاول مثلا زي ما قلت لك كل يوم صفحة قرآن، تحاول مثلا انك تصلي ركعتين قيام ليل، تحاول مثلا انك يعني تقرب من ربنا بأي حاجة تقربك منه، لحد ما تدخل على رمضان. حرفيا هتلاقي ان انت داخل رمضان كده وقلبك كده فاضي، قلبك مش مليان ذنوب ومعاصي، قلبك مش اسود، قلبك هتلاقي قلبك خاشع كده وانت بتصلي هتحس انك حاسس بالكلام اللي مثلا اللي بيصلي بيك، يعني الشيخ بيقرأ قرآن مثلا، هتلاقي نفسك حاسس بالكلام اللي هو بيقوله. ف... فلازم نجهز نفسنا بقى، خلاص ما عادش غير يعني حاجة قليلة جدا وندخل على رمضان. وعايزين ندخل يعني نضاف كده، ونطلع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نضاف. ونحاول ان احنا واحنا في رمضان، اللي هو ما نقولش ايه، ان ده يعني مثلا ان ده شهر عبادة وانا هلتزم في رمضان، لا، ما تكونش دي الهدف بتاعك، ما يكونش ده الهدف الاساسي، لا بالعكس خالص. انت رمضان هو شهر عبادة وكل حاجة، وانك هتقرب من ربنا، بس تخلي هدفك اللي انت هتعمله في رمضان ده هتكمله على طول، هتكمل بقى دايما. يعني انت مثلا الصيام، انت بتلاقي نفسك مثلا بتصوم مثلا من يعني مثلا من بعد الفجر لحد المغرب وكده، تمام. ف فانت بتيجي تبص ان انت في وقت صيامك اصلا ما بتعملش حاجه غلط، ما بتعملش حاجه حرام، بتحاول تبعد عن اي حاجه حرام علشان الحاجات دي هتبطل صيامك، فانت بتحاول انك تبعد عن الحاجات دي كلها. طب تمام حلو. طيب فحاول بقى انك تتعود تخلي ده روتين في حياتك، يعني مثلا ان انت في رمضان انت في معصيه مثلا تعباك، في حاجه غلط مثلا انت بتعملها، في حاجه مش كويسه، نفسك مثلا تتعود على حاجه، اللي بيشرب سجاير نفسه يبطل سجاير، اللي
اللي نفسه يعمل أي حاجة، عايز يتعود على نظام أكل معين، عايز يظبط مذاكرته، يظبط وقته، يظبط شغله، يظبط مثلا وقت معين. يعني مثلا لو نص ساعة في اليوم تفضل ثابتة معاه طول عمره ان هو يتكلم مع ربنا ويفضل مع ربنا والكلام من ده كله. يحاول ان هو يقول في رمضان لا، ده ال 30 يوم دول انا هحقق فيهم كل، يعني اللي همشي فيه طول عمري على طول. دايما بيقول لك علشان خاطر تحقق عاده او تعمل عاده بتعملها 21 يوم. انت قدامك رمضان 30 يوم، يعني انت 30 يوم دول هتفضل تعمل الحاجه الكويسه اللي هتفضل ماشي عليها طول عمرك. دي هتحسن حياتك وبجد يعني هتطلع من رمضان يعني متغير 360 درجه، او 180 درجه. 360 يبقى انت ما اتغيرتش اصلا. هتتغير 180 درجه خالص. وهتطلع باذن الله باذن الله باذن الله يعني مغفور الذنب وربنا يعني يغفر ذنوبنا ويهدينا كلنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. رمضان كريم علينا كلنا. واتمنى اتمنى اتمنى ان احنا نجاهد نفسنا ونحاول نبدأ من دلوقتي. وعلشان خاطر انت ما تعرفش انت هتموت امتى. انا يعني مثلا انا ممكن اخلص الفيديو ده من دلوقتي وانا ماسك والله، وانا لسه في الفيديو الاقي نفسي بموت يعني. اللي هو انت ما انت تعرفش انت هتموت امتى اصلا، وما تعرفش الموت جاي لك من في اي لحظة. فاللي هو حاول بقدر الامكان انك تكون جاهز. يعني دايما قول اللهم لا تقبضني الا وانت راض عني. يعني دايما حرفيا 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 خليك جاهز للحظة دي. انت ما تعرفش، انت ممكن دلوقتي تنزل تروح مشوار رايح عادي خالص ودنيتك زي الفل وفجأة ما ترجعش. هل انت جاهز انك تقابل ربنا كده؟ هل انت مفكر مثلا انت قاعد تقول ان شاء الله هلتزم في رمضان؟ هل انت فاكر ان انت ممكن تفضل عايش لحد رمضان؟ انت ممكن تموت دلوقتي وما تحضرش رمضان اللي انت نفسك تتغير فيه. فليه ما تتغيرش من دلوقتي؟ حاول بقدر الامكان انك تبدأ من دلوقتي وسيبها لله، وربنا بيعين يعني طول ما الواحد نيته كويسة وطول ما هو بيحاول. فبجد ربنا هيكرم وربنا هيساعدنا كلنا. وإن شاء الله ربنا يهدينا ورمضان يبقى من أحسن الرمضانات اللي عدت علينا في حياتنا. وبس كل سنة وانتم طيبين.